بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. صلوا على النبي يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة يا جماعة ان شاء الله هنعمل مع بعض رز معمر بطريقتين. دي اول طريقة، اخواتي هما اللي عاملينها. جابوا الرز وحطوا عليها معلقة من السمنة وقلبهم مع بعض كويس. تمام. بعد كده هتجيب اللبن يكون سخن، تروح حطاه على الرز. تمام. هو يعوز كمان سوائل فهزوده لبن. تمام. وتروح حاطه عليه الملح وتشوفوا الطعم كويس وتعمله كويس، تحضره يعني كويس. وطبعا يا جماعة الفرن يكون سخن من قبلها. تمام. تعالوا بقى ندخله الفرن. هنولع من ناحيتين ونعلي النار يعني لما الوش يتحمر هنروح مطفين من فوق ومهدين من تحت زي ما انتوا شايفين كده. ويبقى الرز بعد ما استوى بسم الله ما شاء الله يا جماعة. تسلم ايديهم. يلا بقى حطوا لايك للفيديو يلا. اختي بتقولكوا حطوا لايك. دي بقى بعد ما طلع من الفرن يا جماعة بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. طلع بقى هو دافي كده مع شوية عسل وبألف هنا، وأحلى غدا تاكليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلت لعندي هنا ممكن تعملي لايك كومنت برأيك واشتراك في القناة. تمام يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة كده فاخر من الآخر. تسلم ايديهم. بسم الله ما شاء الله. شوية عسل كده على الوش يا سلام. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا جماعة. تعالوا بقى نعمل الطريقة التانية. دي بقى ايه انا اللي عاملاه. جبت الرز طبعا نجيته وغسلته كويس، هبدأ احطه في الصينية. تمام. هنجيب بقى معلقتين من القشطة. القشطة اللي هي وش اللبن عادي يا جماعة. ما بتعرفيش تعملي وش اللبن ده ازاي؟ طبعا بتغلي اللبن من بالليل وتسيبيه يبرد. تمام. وتحطيه في التلاجة، تصحي الصبح تلاقيه عمل قشطة على الوش كده. بتشيليها في مصفى وتحطيها ايه في طبق في التلاجة. هتطلعي بقى تعملي منها بيض، تعملي منها رز ابيض، رز معمر. تمام يا جماعة. حطيت بقى القشطة والملح، هبدأ اقلبهم مع بعض مع الرز كويس كده زي ما انتوا شايفين. تمام. هكون بقى مجهزة اللبن. بسم الله ما شاء الله. حطيت اللبن اهو. تمام. احس ان هو عاوز سوائل هروح ايه مزودة ايه مية. انا بحط لبن ومية على الرز المعمر. تمام. هجيب كمان شوية مية، حاسة ان هو لسه ايه عاوز كمان. بتحطي كده ايه قبلة الصباع كده من على الوش، تكون ايه مغطية قبلة صوابعك كده من السوائل، يبقى كده ايه الرز مظبوط. تمام يا جماعة. طبعا لو انت عاوزة الرز معمر يكون مسكر بتحطي معلقة من السكر. معلقة من السكر دي ايه بتغني عن العسل. تمام يا جماعة. دي الرز بقى بعد ما استوى بسم الله ما شاء الله يا جماعة. الطريقتين اسهل من بعض. عندك سمنة بتعملي بسمنة، ما عندكش قشطة بتعملي بسمنة، عندك قشطة بتعملي بقشطة. ربنا ما يحسن ما بين ايديكم يا رب. ربنا يحسن ما بين ايديكم. بسم الله ما شاء الله. دي الصينية الاولى يا جماعة.
يلا اشوفكم على خير، مع السلامة.